القراءة بقت ترند، ودي حاجة جميلة ان الناس كلها تكون عايزة تقرأ وتمارس القراءة كهواية. لكن الفرق بين شخص بدأ قراءة وكمل وشخص تاني وقف هو حسن اختيار البداية. في الفيديو ده هنرشح مجموعة كتب وروايات للناس اللي عايزين يقرأوا ومش عارفين يبدأوا منين. ملحوظة بس قبل ما نبدأ، بعض الكتب والروايات اللي هنرشحهم النهاردة عملنا عنهم حلقات قبل كده، ودول هنسيب لكم اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن. رحلة ابن فطومة لنجيب محفوظ. يا جماعة الرواية دي بنهديها للحاج عاطف ابو ادم عاطف، لان هو الراجل من زمان كان عايزنا نتكلم عن نجيب محفوظ يعني فالرواية دي احنا بنهديها لك يا حاج، يعني اتمنى تقراها وتقول لنا رأيك فيها كده وتشاركنا برأيك. يعني الرواية دي عاملة زي الحكايات الشعبية، القصص اللي جدك وجدتك كانوا بيحكوها لك زمان. نجيب محفوظ جمع كل الحكم والدروس اللي عايز ينقلها للقارئ وحطها في الرواية دي. رحلة ابن فطومة بتتكلم عن رحال عربي ساب بلده وقرر انه يتنقل في بلاد الله الواسعة، من ارض الارض ومن بلد لبلد، ومع كل بلد بيزورها بيكتشف قد ايه ان العالم ده واسع، وقد ايه ان الناس طباعها مختلفة، وان اللي مقبول في بلد مرفوض في بلد تانية. أسر الكلام جلال عامر. الكتاب ده انا قرأته من زمان جدا، لكن لحد دلوقتي لسه برجع اقرأ منه كل شوية. الكتاب عبارة عن جمل وخواطر ساخرة قصيرة جدا، بينتقد فيها جلال عامر السياسة المصرية وطباع المواطن المصري. جمل قصيرة جدا لكن بتقول كلام كتير. مزرعة الحيوان جورج أورويل. دي من الروايات الأولى اللي قرأتها في الأدب العالمي، ورغم إنه كنت جديد في القراية ساعتها لكن حبيتها جدا. طبعا مش هنتكلم عنها لأن عملنا عنها حلقة قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. الشيخ العيل بلال فضل. بلال فضل من الكتاب اللي دمهم خفيف جدا، والسخرية بتاعته مختلفة عن سخرية أي كاتب تاني، وده لأن السخرية بتاعته من النوع اللي بيوجع. الكتاب عبارة عن قصص قصيرة وساخرة ومتنوعة. أنا حبيت القصص كلها، لكن في قصص حبيتها أكتر من قصص تانية. وبالمناسبة بلال فضل ليه كتب تانية تنفع كبداية، زي ما فعله العيان بالميت وضحك مجروح. كتب عمر طاهر. بالنسبة لي عمر طاهر هو مصر، بصوته العميق وكتاباته المصرية اللي بنت بلدها جدا. عمر طاهر فضل فترة طويلة يكتب أدب ساخر، لكن بعد كده بدأ يكتب أنواع تانية من الأدب، وكتبه كلها تقريبا جميلة وتنفع للمبتدئين، زي مثلا صناعية مصر، إذاعة الأغاني، زمن الغم الجميل، الكلاب لا تأكل الشوكولاتة، كابتن مصر. كتابات أحمد خالد توفيق. أحمد خالد توفيق كان البداية الناس كتير وأنا منهم، وراجل حقيقة ليه كتب وروايات كتير تنفع للمبتدئين. ومش بس كده، هو كمان بيعرفك على كتاب تانيين وبياخدك من ايدك لسكة القراية في الأدب العالمي. وطبعا مش هنرشح ليه حاجة هنا لأن احنا عاملين حلقة مخصوص لأحمد خالد توفيق، هنسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. أولنا ولد خيري شلبي. خيري شلبي تخصصه الكتابة عن المهمشين والفقراء. لغته وأسلوبه هم مثال حي لجملة السهل الممتنع، اللي هو لغة وأسلوب سهلين القارئ هيحبهم، وفي نفس الوقت مش أي كاتب يقدر يكتب بنفس الشكل. أولنا ولد هي الجزء الأول من ثلاثية بعنوان ثلاثية الأمالي، وهو أفضل جزء فيها. الرواية دي شبيهة جدا بالملاحم الشعبية، بطلها شخص صعيدي اسمه حسن أبو ضب. حسن أبو ضب هو مواطن مصري أصيل بيقرر إنه يحكي قصة حياته المثيرة لابن أخوه، ومن خلال القصة دي بنتعرف على حياته وعلى مغامراته في عالم الصعلقة. الصعلقة. روايات ستيفن زفايج. زفايج أفضل شخص بيكتب الرواية النفسية، ورغم إن معظم رواياته بتكون روايات قصيرة لكن بتكون كاملة ودسمة، وطبعا عملنا عنها حلقة هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. طبعا في روايات وكتب كتير جدا تنفع للمبتدئين، لكن للأسف احنا محدودين بوقت معين للحلقة. لو حابين ان احنا نعمل حلقة تانية عرفونا، ولو قرأتوا روايات وشايفين انها تنفع للمبتدئين سيبوها لنا في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا فولو الاكونت بتاع الكتب على انستجرام وعلى تويتر. ما تنسوش طبعا اللايك والشير، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوهات اول ما تنزل. انا محمد شادي بتاع الكتب، سلام. قرابة ترند يا دي ان احنا هنرجع للازمه دي تاني عاطف. قرابة ترند ودي حاجه جميله ماشي. هو ده يا اسطى ما تنزلهاش يا اسطى. لا يا اسطى ما تنزلهاش يا اسطى. يا اسطى ما تنزلهاش يا اسطى، الارض شكلها سيبك من الشورت يا اسطى، الشكل مش حلو يا اسطى. لا يا اسطى عشان خاطر نخليها يا اسطى تتريق عليا بيها، بس يعني بلاش.
يا جماعه عاطف واخد لي ستوري، انا دلوقتي قاعد بالشورت وبالقميص حلو عشان الجو حر، وشورت خروج والله مش شورت بيت يعني، وانا ماسك الفوطه دي ليه؟ وبعدين عاطف مصورني ستوري وعايز ينزلها يا جماعه، وانا شكلي كده مش ازاي طيب يعني الهيبه هتعرف الفيديو. لا يا اسطى خلاص يا جماعه عاطف راجل جميل، عشان بس ماسك عليا زله وما اقدرش اتكلم معاه دلوقتي. كتابات بس يا اسطى ما تنفسش بصوت عالي. اكتم نفس، اقتلني. عضة جسدي ولا تعض رغيفي. يلا ماشي.